أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. أخذنا أهم شيء في المباراة إن 3 نقاط، وما حنوقف في هذه المباراة. إن شاء الله عندنا مباراتين جاي إن شاء الله نقدر نطلع فيها أفضل وأفضل إن شاء الله. حسام قرب معلش شويه. انت غبت عن التصفيات، اصبت اصابه كانت جدا بالغه، رجعت في اخر مباراه كانت يمكن تحصيل حاصل في التصفيات. اليوم بتلعب اساسي ضد الارجنتين، افتتاح اول مباراه المنتخب السعودي في كاس العالم. تعال قل لي، اشرح لي كيف المباراه من امس لليوم للتسخين، ابي تفاصيل. احنا اليوم ما ورانا شيء نتكلم. أول شيء الحمد لله، الحمد لله إني قدرت أرجع، والحمد لله أنا غبت في أخويان اللاعبين ما قصروا، والحمد لله أخذنا ال3 نقاط اللي هو المهم. انا عارف انك مدح تتكلم كثير، بس انا حخلي طلع منك كلام اليوم. مباراة ارجنتين هذه حسان، هذا تاريخ اليوم. كيف انت بامس عسكرت؟ كيف دخلت سخنت؟ ما خفت وما كان في رعب؟ تلعب ضد الارجنتين، ضد ميسي، ضد دي ماريا. وعلى فكرة اول شيء جاوبني، كيف كانت هذه الفترات؟ والله نحن مو جايين كاس العالم لمباراه واحده اللي هي ضد الارجنتين، جايين عندنا 3 مباريات، عندنا بولندا ان شاء الله وعندنا المكسيك ان شاء الله. متعاهدين ان نطمح ونقدم افضل ما عندنا ان شاء الله. دائما الاعلام كان يسالكم ميسي كيف حتوقفوا ميسي، وكنتوا صريحين انه احنا حنلعب 11 ضد 11. وخليني نكون صريحين شويه معاك، في بعض اخذها طقطق انه حنطقطق يعني على المنتخب السعودي، لكنكم اثبتوا انكم رجال واثبتوا ان المباراه 11 ضد 11. والله كرة القدم كل شيء جائز، 11 ضد 11 نفس ما قالوا اخوان اللاعبين، والحمد لله زي ما انت شايف طلعنا بال3 نقاط ان شاء الله. يعني يعطيك العافيه، مبروك. محسسني انها مباراة دوري، اهنيك على الثقة هذه. شكرا والف مبروك. قول. عشان نحن ما جايين لمباراة واحدة، جايين ل3 مباريات، وان شاء الله عندنا افضل وافضل ان شاء الله. ان شاء الله نحتفل بعد المباراة الجاية. شكرا. ان شاء الله يعطيك العافية حبيبي. شكرا حسن.